مش لنا دعوة بيك ولا ليك دعوة بينا. لما اخدوا كل فلوسي قالوا لي مش لينا دعوه بيك ولا ليك دعوه بينا. طبيب استشاري مصري من الزقازيق وليا 30 سنة في الغربة. واسمعوا الحكايه اللي توجع القلب قبل ما تدمع العين. بشتغل طبيب وباخد راتب كبير، وصرفت على أولادي كل شيء وعيشتهم أحسن عيشة وأحسن جوازات وسيارات ولهم فلوس في البنك. وابني اديته كل الصلاحيات وبصرف عليه باستمرار. الولد ده وله 16 سنة ما بيشتغلش، عاطل ما بيشتغلش خالص. بصرف عليه وعلى اولاده ومديله شقة وعربيات وفلوس. وفي البرج اللي قبله اللي بنيته عند المحطة في الزقازيق بايع فيه 10 وحدات، مش حطلش جنيه واحد في حسابي. في هذه الاثناء كنت بدفع له هو لاخواته يومنا والشروق باستمرار. في ال 16 سنة الأخيرة، هو متخرج بقاله 16 سنة، في ال 16 سنة الأخيرة أنا دفعت لهم ما يقرب من 50 مليون جنيه مصري. 30 سنه الدكتور ده بيشتغل في السعوديه وبيبعت لاولاده تعب وشقاه اول باول، وبعد ما قرر خلاص يرتاح من تعب سنين الغربه وينزل يستقر في بلده، يتفاجئ ان اولاده اللي هو كان مأمنهم على كل امواله سرقوها واستغنوا عنه خلاص. وكلهم بالاجماع قالوا له بالنص كده مش لينا دعوه بيك ولا ليك دعوه بينا، وطردوه من بيته وبهدلوه. وعلى اثر الصدمه الطبيب الطيب يصاب بجلطه ونزيف، واللي بعدهم حالته الصحيه تتدهور تماما. أنا سقطت من طولي والله على الأرض، ورجعت لقيت نزيف في دماغي والله. وبعد استغاثات على السوشيال ميديا اللي ما كانش قدامه غيرها، اتواصل معاه ناس كتير عشان يساعدوه يرجع حقه من اولاد فلذات اكباده، وجاري التحقيق في الموضوع، وان شاء الله ربنا يعوض صبره خير. وهنا بقى يجي دور كام سؤال مهم. هل اللي حصل عليه الدكتور هو ثمرة غيابه عن اولاده وعدم التفرغ لتربيتهم من اجل تامين معيشتهم، فبالتالي امن لهم مستقبلهم ونسي انه انسان ومن حقه يعيش، ولا اولاده دول ولاد حرام وما يستاهلوش اصلا اللي كان بيتعامل معاهم؟ سيب لنا رايك في الكومنتات، وما تنساش فولو ولايك وشير وصلي على النبي. وبحب بس اتكلم على موضوع ان البعض بيقول ان انا انشغلت في جمع المال عن التربية. انا بالعكس ربيتهم احسن تربية، تحفيظ قرآن، في منهم اللي حفظ القرآن كله ومنهم اللي حفظ معظم القرآن، الا الولد الكبير ملوش في حفظ القرآن خالص. انما كلهم حاولت اربيهم احسن تربية. كانوا معايا باستمرار وكنت بتابعهم حتى وانا في السعودية، واتصالات يومية بالساعات، وفي مشاكلهم في كل حاجة في حياته. وحتى يعني بعضهم كان في بشرح له المنهج وبذاكر معاه، يعني ما قصرتش في حقهم في التربية. ولكن دي حكمة ربنا. يعني سيدنا نوح لا يلام ان ابنه مش قدر يهديه، ولا الرسول قدر يهدي عمه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.